السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مسا الجميع، وإن شاء الله كل أيامكم خير وأفراح إن شاء الله يا رب. دوم يعم الخير على الأمة العربية كلها. شو بالنسبة لتوقعاتكم لمباريات اليوم يا إخوان؟ شو بالنسبة لتوقعاتكم مباريات اليوم؟ إنه إحنا بنتمنى من الله إنها تزبط مع إخواننا التوانسي، مع إخواننا السودانية. وأنتوا شفتوا يعني بيش نقعد نبالغ يا إخوان. اللي حضر مباراة مغرب ومالي بعرف شو مستوى مالي. يعني مباراة المغرب ومالي، والمغرب مؤدي أداء رائع وعنده لعيبة وما شاء الله، وتعادلوا مع مالي. شو بالنسبة لتونس؟ والله ما عارفين. احنا إن شاء الله تكون المباراة اليوم ترضي جماهير إخواننا التوانسي، لأنه أنتم بتلعبوا باسم بلدكم بغض النظر بالمشاكل بالنوادي، بالمشاكل اللي حاصلة والكل اكتشفها في البطولة. انه قاعدين نشوف يا اخوان كل مباراة لتونس بغير بالتشكيلة وبيلعب بالتشكيلة، بيلعب بالتشكيلة وبغير بالتشكيلة. يعني المرة هاي فيش لعب ولا تغيير. اليوم حين كنت المدرب تلعب بالملعب، اليوم فيش غلط. يعني الغلط على المطار عدل، راح تتحاسب، راح يحاسبوك التوانسة على أدائك هذا. يعني بقول لك هذا الأداء أنا عارف زي ما شايفكم المدرب هذا، بس إذا لا سمح الله صار كيانو ماني راح يطير، راح يجيبوا مدرب بداله. ونصيحة على وجه الله كمان لأخواننا التوانسي اللي ما بده يلعب بروح بالنسبة لفريقه وبالنسبة لبلده، ما يجيبوه على المنتخب، ما يجيبوه على المنتخب. مش وقت تجارب، مش وقت انك تجرب لي بلعيبة. لا تقارن لي حالك باخواننا السودانيين. السودانيين عارفين شو المشاكل اللي عندهم، الله يكون بعونهم. يعني شو ما أدوا اليوم إخواننا السودانيين، إحنا نتمنى لهم إن شاء الله كل خير. بس ما حدا يتأمل إشي من إخواننا السودانيين، أو إنه يحطهم تحت الضغط. السودانيين ما بيلعبوا تحت الضغط إخوان، بيلعبوا قاعدين مرتاحين، إنه عارفين شو الوضع اللي عندهم وعارفين. والجماعة عاملين اللي عليهم ومكفين وموفين. بس شو بالنسبة لتونس؟ يعني هذا مش أداء تونس، مش أداء تونس اللي إحنا بنعرفه، اللي إحنا بنعرفه. لحد اليوم قاعدين الناس بتقول لك المستوى كيف بقى يلعبوا تصفيات كأس العالم. يعني إذا بدك تلعب لي زي هيك شو بدك تسوي بكأس العالم؟ إذا بدي يلعب تونس بالمستوى هذا، المستوى هذا لا بليق بالشعب التونسي على المستوى هذا. كيف بده يلعب كيف بده يلعب كأس العالم؟ هذا سؤالنا، هذا سؤالنا للجماهير اخواننا وحبايبنا التوانسي. اقسم بالله العظيم يا اخوان، احنا سبق قلنا لكم اياها، والله ما حارق دمنا وزعلانين الا على الجماهير. انه مش وقت انك تبين مشاكلك في البطولة هاي، مش وقت انك تبين مشاكلك. او اذا انت عندك مشاكل مع بعض اللعيبة مش لازم تظهرها، مش لازم تظهرها على العلن. يعني كل يوم انت تطلع لنا بتشكيلة، كل يوم تطلع لنا بفكر، كل يوم تطلع لنا بفكر. يعني اقسم بالله العظيم، يعني مرة بتلعب لي باسلوب ضاغط، مرة بتلعب لي باسلوب دفاعي، مرة حيرت اقسم بالله، حيرنا المدرب التونسي، حيرنا مش عارفين شو اللعب اللي بيلعبوا. يعني اللي شاف المباراة الأولى وقلنا الحمد لله، يعني الفريق التونسي بلش يبين لسه تلعب. أنا بالنسبة لي يا إخوان، مع احترامي لكل أهلنا وإخواننا التوانسي، الفريق اللي لعب بأبطال العرب أفضل من الفريق هذا، مع احترامي وتقديري لكل الناس. يعني في لعيبة
بقى تلعب في المنتخب اللي لعب بأبطال العرب بيستاهل انه تكون تجيبه على الفريق الاول، اما هذا حرام حرام. احنا لا نسبق الاحداث، احنا نتمنى انه اليوم فريقنا، فريق اهلنا وحبايبنا التوانسي يؤدوا اداء رائع بالمباراة. شو احنا شو خسرانين؟ احنا طالعين نشجعهم، بس مش طالعين يمغصنا المدرب. المدرب كل يوم بيطلع لنا بتشكيله اللي سبق قلنا لك اياه. انت بتلعب باسم بلد، انت بتلعب باسم بلد مش باسم نادي، مش بتلعب ببطولة بطولة عندك بتونس، انت بتلعب باسم البلد. بدك تشرف الشعب التونسي، بدك تشرف بلدك بالاداء الرائع. يعني طلعنا الحمد لله ومدحنا اهلنا واخواننا الجزائريين، ومدحنا اهلنا واخواننا المصريين، مع انه وضعهم مذبذب، واهلنا المغاربي على لعبهم الحلو والرائع، يعني بين وجه الفريق. بغض النظر عن مباراة مصر اللي لعبوها خلاص ضمنوا التأهل، بده يجرب الزلمة، بده يجرب لعيبة، ضمن التأهل. بس تونس وضعها غريب عجيب يا اخوان، اقسم بالله وضعها غريب عجيب. ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا التوانس يقرأوا عيني، ان شاء الله اليوم يفوزوا. انا شو خسران، انا حاب انهم يفوزوا اليوم، بس على المستوى هذا ومع مالي الله يستر، الله يستر، اقسم بالله العظيم الله يستر. يطلع اليوم يطلعوا لنا بنتيجة كارثية إذا ما صحصحش المدرب في المباراة هاي. ما فيش هسه إنك تعدل من الأخطاء، ولا إنك تقول في مباراة جاي بدي أعدل بيها، وفيش مباراة جاي. بفوز بيطلع على الربع النهائي، على الدور الثمانية معروفة. بدك تفوز بدك تطلع تلعب على دور الثمانية. انك تقعد تجرب لي لعيبه بدك تسوي لي فكر ومش عارف ايش وتطبق لي اياها. بدك تسوي فكر تطبقه خلال مباريات رسميه. هذا اشي عمرنا بحياتنا ما شفناه، انه يجي مدرب يطبق افكاره بمباريات رسميه. عندك مباريات وديه، ليش ما لعبت مباريات وديه؟ جهزت حالك، جهزت لعيبتك زي ما كل الافرقه عملت. وكان اكبر مجال لك تجرب لعيبه بطوله العرب، بطوله العرب. يعني ما شاء اقول لك اقسم بالله العظيم يا اخوان، انا حضرت مباريات تونس بابطال العرب، والله احسن من الفريق هذا، والله احسن من الفريق هذا. هذا كل واحد بيلعب على راسه قاعد يا اخوان. المدرب ابصر شو قصته، هو في مشاكل مع اللعيبه، هو شو قصته بنعرفش. بس احنا نتمنى من الله اليوم انه يطلع بالنتيجه اللي متاملينها، انه يطلع اليوم بفوز، انه فيش تعويض. وسبق قلنا لك فيش تعويض الفريق التونسي اليوم، فيش تعويض. اليوم مصيرك بيدك، مصيرك بيدك. واذا لا سمح الله طلعت تونس، اعرفوا ان المدير الفني هذا طاير، طاير. هو راح يتحمل المسؤوليه. تقول لي مشاكل لعيبه ومش عارف ايش، وهذا انت راح تتحمل المسؤوليه. انه كل الجمهور التونسي حاط امله عليك، وامله على اللعيبه اللي انت اخترتها، مش اللي هم اختاروا لك اياها، انت اخترتها وانت اللي جبتها. وكل الاحترام والتقدير للجميع، وكل التوفيق إن شاء الله اليوم لإخواننا السودانيين ولإخواننا التوانسي في مباراتهم اليوم. لأنه أقسم بالله العظيم اليوم الكرة بملعبهم، الكرة بملعبهم ومصيرهم بيدهم. وأنا بتمنى كل التوفيق لإخواننا السودانيين، ما فيش ضغط عليهم، يلعبوا براحتهم، يلعبوا براحتهم، فيش ضغط. إحنا بنتمنى لهم كل خير، لأنه الفريق السوداني أدى اللي عليه والزيادة، أدى اللي عليه والزيادة. وإن شاء الله تزبط ويطلعوا الفريقين الاثنين، وأمالنا تخيب ونفرح اليوم. وسبق قلنا لك إياه، إن شاء الله يطلع كل أفريقيا العربية تتأهل للدور الثاني. احنا مش احنا عرب اخوان، احنا شو بنطلع بنحكي لمصلحتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.